هنتعلم في الفيديو ده ازاي نبين ثمرة اي خشب بكر. فهنعمل صبغة الخشب هنا عشان رجل الترابيزة فيها ثمرة للخشب عايزين نبينها. بجيب صبغة الخشب من عند الموين او من شركة اورو. ده كان بنختار اللون اللي احنا عايزينه، نقدر نغير الدرجة برضو بمركزات الالوان. فانا هنا خدت لون بندقي وحطيت عليه لون بني علشان نغمقه شوية، ومعانا فوطة نظيفة قطن. دي حتة انا كنت عاملاها قبل كده، كنت عايزة اتقل عليها كمان، وده لون مائي فبيتخفف بالمية لو حبيت اخففه يعني، والفرش بتتغسل بالمية برضو. بمشي بالفرشة وبعدين امسح بالفوطة وبسيبه ينشف، وبعدين ادي طبقة تاني فوقيه لو انا عايزة اغمق درجة اللون. وفرشة تجديد الاساس الحضور هنتعلم 8 خطوات لتجديد الاساس، انواع الفرش،